سلام البنات، مادام رانا في وقتها اليوم راح نعطيكم سر بنة الجلبانة وكيف تجيكم عاقدة وخاطرة الله الله وبنينة ومن أروع ما يكون. إلا حبيتوا تنجحوا في الوصفة ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو للآخر وكثروا لي من هذاك الجام، ونبداو بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مباشرة غاليتي راح نمروا لطريقة التحضير. بسم الله، نبداو مع بعض في الوصفة. نجيبو يا البنات الطنجرة نتاعنا اللي راح نديرو فيها الجلبانة. حطيت نصف ملعقة كبيرة من الزبدة، ذوبتها، زدت لها شوية تاع الزيت، نخليهم يسخنوا ونزيد لهم طرف تاع الدجاج. يعني الجلبانة تقدروا ديروها بالدجاج كما تقدروا ديروها باللحم الحمراء، كما تقدروا ديروها بدون لحوم. يعني انا حطيت مرسو تاع الدجاج، نتوما تقدروا ديروها حتى بدون لحوم اللي ما توفرش عندها اللحم، على خاطر الجبنه على بالنا تكون حلوه وراح تجيكم بنينه بزاف الطياب. هنا البنات انا حطيت الطرف تاع الدجاج نتاعي، راني نقلي فيه في هذاك الزيت والزبده. بعد ما يتقلى لي راح نزيدو جبت بصله تكون متوسطه، ربيتها وضفتها على هذاك الدجاج ورايحه نقليها مليح. والسر كامل في الطياب راهو في التقليه، والتقليه تكون على نار قليله. كل ما قلينا مليح البصل والدجاج نتاعنا، كل ما تحصلنا على مريقه بنينه الله الله. وهنا بعد ما يتقلى لي البصل يا البنات، ولا قبل ما يتقلى لي راح نضيف شويه تاع الملح، يعني الملح حساب الكميه وحساب الذوق. وضفت شويه تاع الفلفل العكري وشويه تاع راس الحانوت كما تقدروا ديروا. الفلفل الاسود انا في بيتي ما يحبوش الفلفل الاسود، يعني يضرهم، على بها ما نضيفوش في المرق نتاعي. هنا البنات بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج مليح والبصل تقلى لي مليح، جبت الكميه تاع الجلبانه اللي راح نطيبها. وهذا السر من اسرار بنة الجلبانه، انه الجلبانه نتاعنا نقلوها مع هذاك البصل والدجاج. يعني كل ما قليناها مليح ودات البنه نتاع البصل والدجاج، كل ما عطاتنا مريقه بنينه الله الله الله. يعني نقليوها كما راكم تشوفوا واحد دقيقة ولا زوج، ومن بعد رايحين نضيفوا باقي المكونات. يعني كل مرة نحركوها، سيرتو كي تعود الجلبانة جديدة راح تعطيكم بنة روعة. هنا البنات جبت حبة كبيرة تاع البطاطا، قسمت هذه مغصو. البطاطا نزيدوها البنات باش تعقد لنا هذيك لاصوص تاع الجلبانة، راح تجي لاصوص عاقدة في نفس الوقت راح تعطينا بنة لهذيك الجلبانة. نقلوا البطاطا تاني مليح مع هذيك الجلبانة، وبعد ما يتقلى لنا كل شيء راح نزيدو نصف ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة. كاين ناس يحبوا يديروا الجلبانة تاعهم بيضة، انا نحب نديرها بلا صوص. كل واحد والذوق تاعو في الجلبانة. هنا نقليو هذيك الطماطم المصبرة باش ما تخليناش الحموضية نتاعها. بعد ما تقلى مليح رايحين نبداو نمرقو في الجلبانة نتاعنا. تبعوا يا البنات مازالوا اسرار البنة والمرق الخاطر تاع الجلبانة مازال، راح نمدلكم سر اخر. بعد ما قليت هذيك الطماطم باش تنحى الحموضيه، جبت الماء اللي يكون سخون ومرقت هذيك الجلبانه كما شفتوا البنات، كما تغطات لي فقط، يعني ما كثرتش الماء بزاف. وهذا سر من اسرار الختوريه تاع الجلبانه. كي تمرقوا الجلبانه تاعكم، الجلبانه اصلا راها جديده، كي تعود جديده راح تطيب لكم بالخف، سيرتو الا كانت طريه. وهنا زدت الفلفل الحار. والدجاج يا البنات راهو ديجا شغل يطيب بالخف، سيرتو الصدر تاع الدجاج يطيب بالخف، يعني ما يحتاجش لكمية كبيرة تاع المرق. هنا البنات خليتها طيب في راحتها، وكي رجعت ليها لقيت المرق نتاعي. شوف المرق اللي تاع الجبانة لازم يكون خاطر، وفي نفس الوقت يعني نخليو كمية كبيرة تاع المرق باش هكذا ما تنشفناش الجلبانة بزاف وما تدخلش في بعضها وما تترنخش يعني، وتبقى كل حبة وحدها. إلى الملتقى في فيديو آخر وفي وصفة أخرى.